فمثلا عندكم في مسلم في باب الفتن يقول فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم كفيز ولا درهم. قالوا: من قبل من يا رسول الله يمنعونهم؟ قال: من قبل العجم. قال: ثم سكت هنيها وأخبر عن مثلها في الشام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن تحول، يتكلم عن تغير في حياة الشعوب، عن حصار اقتصادي، عن حصار مالي، وعن تدخل من العجم. فلما كنا نقرأ الحديث على الحبيب عبد القادر كنت سألته في نفس أيام الأزمة كنا نقرأ: هل يشير الحديث هذا إلى ما يدور الآن في العراق؟ قال: نعم. كون شيخ من أهل الله يقول نعم معناه أنك افتح الكتاب وعد القراءة مضبوط، وانظر ماذا يدور في الواقع واربطه بالحديث. هذا كان من الأسباب المؤدية إلى إعادة قراءة الحديث بأسلوب جديد. فهمتم ولا لا؟ طبعا ما هو كل من فتح لي كتاب الحديث الحين بيسوي لي فتح من الراسة، ليس المقصود كذلك، ولكن للتأكيد أن القراءة الواعية في حديث النبي يبين ذلك. يعني مثلا حديث آخر في الطبراني أعتقد الأوسط أو الصغير يخاطب أهل الحجاز ومن في تلك الناحية: إذا مر بكم أهل اليمن يحملون أبنائهم على ظهورهم وأموالهم على أكتافهم فأنا منهم وهم مني. إيش يشير النبي إلى ماذا؟ كل يوم الأحداث تمر، ما حد انتبه لهذا الكلام، لكن انظروا كيف تكلم النبي عن هذا الظاهرة وعن هذا الحرب وعاد في حياته. وقال أن من علاماتها أنك ما ترى أهل اليمن يخرجون من الحجاز، يخرجون أموالهم معهم وأولادهم على ظهورهم يشلونهم خارجين. قال: إذا ظهرت هذه الظاهرة ورأيتموها فخروج هؤلاء أنا أعيدهم الاعتبار، أنا منهم وهم مني. ليه يا رسول الله؟ قال: لأن هذا ما هو فعل السعودية، هذا فعل الغرب واليهود يريدون ردة فعل للنبي ضد النبي، لأن أهل اليمن نصروا النبي، لأن أهل اليمن قاموا مع النبي، أسلموا من غير سلاح. يريد هؤلاء الذي يتصرفون على مدى خطة طويلة أنه كيف نرد لمحمد الصعصاعين، كما خرجنا من خيبر، كما أخرجنا من المدينة، كما طردنا خارج الجزيرة. قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، نحن بنكيل الصاع لكل أتباعه في آخر الزمان. فأي حرب تقوم في العالم ليس الفاعل فيها الدول والأنظمة، فاعل فيها عدو النبي محمد اليهود. لكن الناس ما تدري بهذا، الناس فاتحة الأخبار: دخل الجيش الفلاني، خرج الجيش الفلاني. هذا مستوى فهمنا. قراءة الأحداث وفق الإعلام. أما قراءة الأحداث وفق كلام النبي يقول: إذا رأيت هذه الظاهرة علم أنها ظاهرة ضد النبي محمد، فيقول أنا منهم وهم مني، مع أنهم قد يكون بعضهم حتى صلاته مخبوطة، لكن لأنها ظاهرة عامة ضد الإسلام قال أنا منهم وهم مني. يعرف الإنسان من خلالها كيف كان النبي يعيش الأحداث أكثر مما يعيشها عالم مننا. وهذا المقصود بمفهوم التتبع لهذا الفقه، حتى تتضح بعض الأمور اللي يمكن أن تتضح، وفي شؤون ما تتضح، لا زالت معماه ومغلقة حتى يظهر أمرها من عند الله.